اثارها. بالمناسبه الدكتور حسن قبل الامسيه صار بيناتنا وياه اتصال وقال عندي ملاحظات اقولها لك، قلت له لا خليها بالجلسه حتى اعرفها بالجلسه واجاوب عليها بالجلسه. النقطه اللي اثارها الدكتور حسن هي نفس النقطه الثانيه اللي تكلم لها الحبيب الدكتور خالد، وراح يكون الجواب واحد. لم يكن بحثا، تجنبت ان يكون بحثا علميا حتى اضع الفرضيات والاشكالات لانه ملزم ان يجيب عليها، فلذلك تركته كتابا سرديا. واحد. اثنين، ما ذكره الدكتور خالد بالنسبه للمسمى. نعم انا مقتنع تماما، وربما اكون على خطا، مقتنع تماما ان القران فيه مسرح. ما تركت اشكاليه واجابات عليها، لانه انا مقتنع تماما مثل ما بالقران دراما، والدراما شاهدناها كلها صدق الدكتور محمد مع يوسف الصديق. القران فيه مسرح، وراح اذكر مثال ربما شويه دي لفظه صعبه يعني على مسمى القران، لكن هاي الحقيقه ما نقدر نتجاهلها. الان انا اي شخص من جنابكم الكريم اقول له تعال تفضل عندي بيت عباره عن الجنه اللي صورها لنا القران، يعني الجنه فيها كل شيء، وادخل البيت واقول له هاي ضيافتك وانطيه كل شيء حتى الجواري. لكن هو في الدنيا يعني بعد الانسان يعني بهاي الدنيا، وما اترك له بهذا البيت اجلكم الله مرافق صحيه. فبينه وبين نفسه سؤالي بينه وبين نفسه، يعني راح يقول هاي الجنه القصر اللي سواه مسلم ما كامل البناء، ما ترك مرافق صحيه. طيب اذا هو نفس الشخص راح يقول له تفضل القصر بس اول ما دخل على المرافق الصحيه، راح ينتقدني، راح يقول ما عنده ذوق، المفروض يدخلني للضيافه وبعدين انا من احتاج، من قال لا محتاج اروح للمرافق الصحيه. فهكذا هو القران، بما انه فيه تبيان لكل شيء، اذا فالقران فيه الزين والجيد وغير الجيد، فيه كلمات بديهه وكلمات حسنه. هناك كلام الله في القران وهناك كلام من القران. فالقران فيه فن مسرحي، نعم فيه فن مسرحي. الاشكاليات جاوبت عنها الاستاذ محمد. هل يجوز اسقاط المشهد اللي لحق تكفير به الاستاذ محمد؟ نعم. الاستاذ عبد الجبار عبد الرزاق يمكن الباحث بالاثار العراقي او غيره من الباحثين، انا تجيب مثل على هاي حتى الاجابه. عامر عبد الرزاق. الان بالحديث يقول العراق بناء على السومريون وكتابات السومريون اللي قبل 7000 سنه، يقول العراق هو اصل العرب. فمن نحصل على معلومه انه هاي المعلومه قديمه، يقول انه السومريين او العراقيين سووا كذا، فاحنا طبيعي راح نقول احنا الاول. فما وضعت اشكاليه التطبيق، لاني اعتقد ولست جازما انه الفن اخذ من القران، وليس اسقط المشهد القراني، اقصد المسرح العربي، ولم اسقط المشهد القراني على المسرح الحديث. هاي بما يخص النقطه الاستاذ محمد. انا احتاج السرد الجمالي احيانا، لكن الكاتب مع وجود يعني المختصين، ليس المختصين في مجال الاكاديمي، المختصين في علوم القرآن الأكاديمي ما عندهم مشكلة وياهم، لكن بعض المتربصين من الرجال الذين يدعون يهتمون بشؤون القرآن، مجرد أن تنقر على نص قرآني يكون عدة إثباتات. لذلك الباحث أخذ الجانب الجمالي حتى ما حد يقدر يشكل عليه. هذا جواب إشكالية صار محمد التوضيح. كنت قبل سنتين حلقة أستاذ فرج قناة الأهوار على التربية الإسلامية، بالحلقة ذكرت كلمة، والكلمة هسه هم ذكروها، أنا جاي أخبرك حتى جلست الصباح، والكلمة هم ذكروها. ايش نحتاج بالتربية الإسلامية؟ قلت أنا تلميذ ثم طالب ثم طالب إعدادية ثم كلية، ما يحتاج تخبص دماغه. بالأول كانت بداية اللي عرفنا الطالب هو الخليفة،
بالرابع ابتدائي يلقى علي رابع خليفه. فانا ما محتاج اقول لي علي خليفه اول وثاني، ما محتاج هذا، محتاج تعلم التلميذ والطالب ان يكون يحترم جاره، يحترم ابوه، يكون انسان مهذب بالشارع والمدرسه. الدنيا انقلبت عليه من بعض المشايخ والنجف، ليش ما يهمك يكون علي اول او رابع؟ فاحنا نتجنب مرات استاذ محمد، نتجنب ان نخوض هاي التفاصيل حتى لا يصير علينا هجمه. ان شاء الله خلصت قصص التعليم الصلاه. ان شاء الله تكون الاجابات وافيه للاشكالات. حقيقه انصفتوني، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السؤال ما هو النص المسرحي؟ هل هو خطاب بيدودي ام هو خطاب مباشر ام خطاب قصصي خطاب تصويري؟ هذا السؤال استشفيت الموضوع بعيون الموجوده. الصلاه على محمد. انا اردت قبل ان نبدا بالكلمات والاستفسارات والايضاحات والمداخلات، اردت ان انحني لكم جميعا بحضوركم الكريم واقول بحقكم كلمه. نحن الادباء ابناء واحد لكن وين اعمده المجتمع؟ خير المجتمع هؤلاء المرابطون الذين يحلون المشاكل العشائريه العقيمه في هذا المجتمع الذي للاسف الشديد مهما بلغنا من تحضر من ثقافه نرجع الى العشائريه ونجد هذا التجاوز. اقولها بصراحه من العشائر ومن الندم، من العشائر الذي لا يحكم علاقاته بشكل صحيح ويتصرف خارج المنظومه الالهيه والربانيه والنبويه وسيره ال البيت، وبين الندم المتهتك السارق الغاصب القاتل الدارس كل الموبقات نحملها. انتم صمام امام المجتمع. السيد فيه هناك في عمر 96 ما يحكي كل المشاكل يجي لها استفتاءات وناشئ العشائر وظيفتها، وقلت ذلك في مؤتمر العشائر. قلت ان وظيفه السيد وبالاخص السيد حكيم شيوخنا الافاضل شيوخ العشائر هي المحافظه على هذا المجتمع الناصري الذي اتسم بالجود والكرم والاخلاق. ما نريد نسمع انه الناصريه تغير سلوكه، لا، تحولت من الجود والكرم تلغيه الى الوفاء، الى الحسد، الى الرياء، الى الطعن. للاسف الشديد مراره تابني والله هاي الناصريه بالستينات. راح اقول لكم شيء قبل الناس تجي الوالد عنده معك علاقه وموقع من واحد يقدر على واحد يجي يسوي يسوي له 70 تفله وبعدين يقول استغفر الله. اي والله وين راحت هذه القيم التي كانت لدينا التي لها دلاله؟ والله لها دلاله كبرى. دلالتها الكبرى انه اولا خشيه الله بالنفاق. ايوه اولا خشيه الله، ومن ثم الاواصر الاجتماعيه العظيمه كانت. الان انحدرتها بكم ستبقى. هذه الكلمه وددت على الان السيد حكيم الجانب الاجتماعي مو دور ثقافه. على محمد وعلى من الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وقدر الله حق قدر. صدق الله العلي العظيم. طبعا الاخوه الاعزاء الكرام في كل مسير كانوا يقدمون في البدايه. الان بما انه اصبح مسرح وكذا فقالوا بان السيد ليس مسرح وكذا. طبعا بالحقيقه هنالك شيء الأجوبة على تلك الأسئلة اللي طبعا على الدكتور العزيز الأستاذ الشيخ مسلم السداوي، أسئلة هي حصرا بإدخال الوقوع في فلسفة الوجود. فلسفة الوجود هي طبعا فلسفة الوجود بالأساس لله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى أكاديميين، تحتاج إلى مسرح، تحتاج إلى وتلك الأمثال المضروبة، تحتاج إلى أدوات متعددة. وباختصار جدا جدا لفلسفة الوجود بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق
وخلق الخلق على 3 أشياء. طبعا الأمر الأول الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة، بعدين خلق الإنسان، بعدين خلق الحيوانات وهكذا. والله سبحانه وتعالى مرة يتدخل بشكل مباشر كل شيء كن فيكون، ومرة يستعين بالآخرين بالملائكة على سبيل المثال أو بالإنسان وكذا للعمل الذي يريد أن يعمله الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ومرة يكون عدم، يعني هسه على سبيل المثال يقول هذا الجبل الدائري بأن البيضة هي طب الكون والكون طب البيضة وهكذا. هاي الجبلية القديمة. طبعا الذين يدخلون طبعا هذه العناصر الموجودة، عناصر الوجود نريد نركز عليها. أولا هنالك واجب الوجود فوق الله، هنالك أناس لهم أعمال كالملائكة على سبيل المثال. ميكائيل هو الذي ينزل المطر وينزل الغيث وكذا. جبرائيل هو الذي بين الانبياء والله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال عزرائيل هو الذي يقبض الارواح، الروح هو الذي يقبض الارواح. يعني الله سبحانه وتعالى قد وضع مجموعه من الملائكه لها اعمال مختلفه. الحيوانات جلكم الله قد وضعها الله سبحانه وتعالى لاعمار الارض. يعني على سبيل المثال اذا نشوف مثل الهدهد يرى تحت الارض من الماء. شوف على سبيل المثال النمل يبني مدينه متكامله فيها كافه الاشياء الموجوده، وهكذا. كل شيء صغير من البكتيريا الى اعلى شيء في الحيوانات هو عباره عن شنو؟ عباره بان الله سبحانه وتعالى لاعمار الارض، ولولا تلك الحيوانات لما يوجد الارض، لما يوجد شيء في الارض، ولا يوجد اعمار ولا يوجد اي شيء. طبعا هذا بالنسبه للحيوان. بالنسبه للانسان وقت الحقيقه حتى ما نطيل على الاخوه الكرام في دقيقتين خليني الله يحفظه. بالنسبه للانسان اني جاعل في الارض، اذا ملك الملائكه وملك الحيوانات وملك الارض وملك السماوات وملك كل شيء هو الانسان، وبشرط واحد، والكلام حتى على الاخ العزيز، بشرط ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا النص المسرحي قد يقول قائل ما النص المسرحي في هذا الحال؟ اقول بان النص المسرحي عباره عن بطل فيلم لنفرض جدلا وهو الانسان. الانسان هو البطل الحقيقي لهذا الكون كله. ياتي هنالك طبقتين، طبقه شريره ضد هذا. طبعا كل الافلام وكل المسلسلات وكل المسرحيات هي عباره عن بطل وعباره عن اشياء خيره تدفع بهذا الانسان وتدافع عن هذا الانسان، واشياء شريره تكون ضد هذا الانسان. وهو الله سبحانه وتعالى قد بدأ الكون وبدأ الشر في ابليس بانه لم يسجد لادم، لانه هو الذي البطل الحقيقي لهذا الكون، وفي النهايه سيضطر ابليس للسجود لمن؟ لله. هذه الاشياء الموجوده اذا ادخلنا المسرح في فلسفه الوجود تجد بان الله سبحانه وتعالى والكون بصوره عامه عباره عن مسرحيه وعباره عن فكره موجوده واضحه. بس هل ان نجي للسؤال، هل ان بان المسرح هو القران هو مسرح؟ هل ان المسرح هو القران هو جغرافيا؟ هل ان القران هو تاريخ؟ ولا. هل انه هو بس هدايه فقط؟ لا. وارد على اخي وحبيبي وعزيزي الغالي بان هنالك كلمات في القران جيده وغير جيده، لا ليس هكذا. القران عندما ينطق باسم الله، يعني مرات الكلام لله سبحانه وتعالى يكون كلامه كله جيد، ولكن عندما اني على سبيل المثال انا ربكم الاعلى، او انا ربكم الاعلى، مو بالاقرار القراني، وانما بالاقرار انه شنو الانسان اللي هو قرآن. واشكر الاخوه حقيقه الحضور جميعا، واشكر الدكتور الحبيب، واشكر الجميع، والصلاه على محمد واله محمد. اللي عنده مداخله سجل اسمه استاذ فارس. الله يحفظك. الله يحفظك.
بعد من وجد عنده مداخله وين سجل اكثر؟ والله انا عندي مداخله استاذ. هيثم مسرحي من الثمانينات. هيثم الجاسم. الشيخ سمير. بعد اي واحد يحب يتحدث له مطلق الحديث. السيد سمير الآن مع الأستاذ خالد صبر الدموي الأمين، الشاعر الرقيق، الإنسان اللطيف الذي يحمل كل محاسن الإنسانية في روحه الشعرية وفي أخلاقه التربوية. زاملته ركحا من الزمن حينما كان الجميع يهدف إلى الدكتاتورية، كان الأستاذ خالد أشهد أمام الله يغرد خارج السر ضد السلام عليكم اخوتي الجمع الكريم. تحية المحبة للصديقين الحبيبين الدكتور صباح والاستاذ مسلم على هذه الأمسية الجميلة والممتعة والثرية. عندي ملاحظتان. الملاحظة الأولى حول عنوان الكتاب، وأتمنى من الأستاذ مسلم إبداعات قادمة يضيف على هذا الكتاب. العنوان هو النص المسرحي. باللغة كلمة النص تعني الشيء المتكامل من أول حرف إلى نهاية حرف. إذا نقص كلمة نقول ناقص نص. يعني مثلا نص قصيدة أبي فراس الحمداني أراك عصير الدم، تبدأ من أراك عصير الدم وتنتهي إلى آخر بيت. إذا نقص بيت نقول هذا نص ناقص. لو فرضا شخص غير مسلم ما يعرف أي شيء عن القرآن وقرأ هذا العنوان النص المسرحي في القرآن، ماذا يتوقع؟ يتوقع أن يجد نصوص مسرحية متكاملة ابتداء من فتح الستار وانتهاء إلى فتح الستار في نهاية المسرحية. هذا يعني ما، وإنما الأفضل أن يكون مثلا العوامل المسرحية في القرآن، المشاهد المسرحية في القرآن، وهكذا. أما النص يكون غير. نعم، الفن المسرحي في القرآن. نعم، هذه من ناحية. من ناحية ثانية، هل القرآن فيه مسرح أم لا؟ أعتقد أن القرآن يجيب على هذا السؤال إجابة واضحة جدا. المسرح هو حركة زائدة الحوار، بينما القصة سرد. في القرآن يوجد سرد، والقرآن استخدم كلمة قصة، الفعل قصة ومشتقاته، يعني من كلمة القصص والقصاص وقصي إلى آخره، استخدمها 30 مرة في القرآن. من عدها 9 مرات تعني السرد، 9 مرات، وهذه 9 مرات هي مسجلة أنا عندي. نعم. فلما جاءه وقص عليه القصص ورسلا قد قصصناهم عليك لا تقصص رؤياك على اخوتك نحن نقص عليك احسن القصص كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق يقص الحق وهو خير القاصين ان هذا القران
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إن هذا لهو القصص الحق. 9 مرات ذكر من ضمن ال30 اجت بمعنى القصاص يعني العقوبة، تجي بمعنى قصة يعني قطع، تجي معنى من الاقتصاص يعني التحري، ولكن 9 مرات بمعنى القصة. وإذا نضيف بعد شيء آخر يصير 10، وهو أنه سورة من سور القرآن اسمها سورة القصص. فإذا القرآن نفسه هو يجيب على هذا السؤال. هذه الموجودات في القرآن هي قصص وليست مسرح. لماذا؟ لأنها تعتمد على العنصر الأساسي من القصة وهو السرد. في القرآن يوجد سرد ولا يوجد حركة وحوار إلى آخره. وشكرا جزيلا. نعم. هذا صحيح. القرآن قصص ليس مسرح. لا مسرح. اريد مشاركتك. انا ما سجل اسمه مو خليني اشارك. الان الاستاذ هيثم جاسم رجل مسرحي في بواكير الثمانينات، ثم تحولات الى الاسم، ومن القصه تحول الى النقد. نحتفي به كأديب دائم. فنريد نستنتج ماذا خبر لنا الكتاب عن فن المسرحي في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمناسبة العنوان اللي اختاره الباحث الفن المسرحي في القرآن الكريم، ونستطيع أن نقول أن الفن المسرحي هو القرآن الكريم وشكرا أفضل. شكرا. لأنه النص هو اختار مفردات. النص المسرحي في القرآن الكريم. النص كلمة إذا أجي أنا أفككها وأحددها يعني راح أبحث فيها أي نوع من النصوص اللي أنا راح أستخرجها من القرآن. وهناك خصوصية وتسمية وصفة أنه النصوص المسرحية اللي ورد بالقرآن هو قصص. القصص لما نراجعها بالقرآن أنه يريدون يعني نضرب فيها مثلا عبرة عن الأمم السابق واللي حصل له والكلام. أخذ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان يريد يوصلها من خلال هذا الكلام والكلام هذا سبحانه. لذلك الدقة تكون لازم تكون واضحة. يعني أنا قلت النص لازم أعرف النص وشنو النص وشنو النص المطلوب واللي أنا محتاجه بالقرآن، لأنه الأستاذ مسلم مو أول واحد هو في هذا المجال، سبقوه كثير يعني مسرحيات وأفلام ومسلسلات وشنو غاية منها. كما الله سبحانه وتعالى أخذ القصص إنه يضرب العبرة، كذلك احنا حتى نوصل هذه الرساله ونوصل هذه المفاهيم وهذه الاخلاق وهذا القيم. اختارينا المسرحيه. المسرح رساله كلش عظيمه ووسيله يعني متقدمه جدا في ايصال هذه يعني مو بس الكتابه والجريده والتلفزيون ولا واحد بس يعيش العصر يعني الفضاء. اكيد يعني الوسائل صارت يعني تجاوزت حتى المسرح. لذلك اسال انه للاستاذ مسلم لماذا لم يكن محددا اي شيء من القران يريد ان يشرحه؟ مشكور. الشيخ سمير عودة. تفضل. شكرا سعيد. طبعا بداية الكلام والأستاذ تفضل يا شيخ. طبعا بداية
نقدم التهاني للاستاذ مسلم سداوي على اصدار هذا الكتاب، كتاب الموسوم ان شاء الله. طبعا انا ملاحظتي بدايه انا انسان بسيط وليست فلسفي. عندما ارى هذا الكتاب وارى النص القراني بادر ذهني وذهن الناس البسطاء بانه نص قراني موجود في القران، نص مسرحي. لهذا انا اجد يعني كلمه النص الى ابعاد كبيره. النص يتكون من سطور وكلمات ومن هذا القبيل. فانا من اجي اقرا واجيب بالمكتبه النص المسرحي في القران يتبادر ذهني اكو نص موجود مسرحي. انا هاي ملاحظه. شكرا جزيلا. السيد يوسف الصافي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كل التهنئه والتوفيق والتمنيات للاخ مسلم السداوي وسيدنا السداوي والاستاذ بالنسبه لنا كل التهنئه والتوفيق للاستاذ العزيز. اما توضيح على بالنسبه للشيء الخاص به ان هذا البحث وهذا عنوان المسؤول عن القران الكريم وحسب القراءات حسب الكتب القراءه حسب المدرسات اللي نحضر عنها ان القران الكريم هو دستور الهي وتاريخ الهي اسلوب عليه. نستخرج مع الدكتور والمهندس والدكتور يستخرج الاحكام وحتى المرجع قاعد يمشي نفس المنهج من القران الكريم. هذا هو السبب الرئيسي من هذا المنهج الدستور الالهي القران الكريم. هذا الباب. اما العنوان البعض بالجهه بالامر الديني الامر الاجتماعي بالعنوان المسرحي. هو لا فكره احنا ما وصلنا ليش وصلت التركات والمثقف والاديتور وصلت تعبير ثاني يختلف عن التعبير اللي قاعد نناقش فيه حاليا. اما هذا الشخص العنوان موفق ان شاء الله، ما اعترض عليه بالعكس اكون على التوفيق ان شاء الله. بس اقول الطالب والرساله واضحه ان لنا قصه تاريخيه ممكن ينقل قصه تاريخيه بس خلال المسرح. يعني الكتاب مو خلال مسرح يكون راشد من خلال الكتاب. طبعا بيننا جالس من النقاد المهمين جدا على مستوى العراق، وهو يمسك في الروايه القصيره في النقد الادواري، وطبعا عنده قراءات في المسرح باعتبار